يا مساء الفل. فاضل 24 ساعة على ماتش الأهلي وباتشوكا على كأس التحدي، واللي هيكسب منهم هيلاعب ريال مدريد في الحلم في نهائي الانتر كونتيننتال. ماتش رد الطار للنادي الأهلي بذكريات 2008 اللي بعد ما كنا كسبانين 2-0 خسرنا 4-2، ومن ساعتها وانا متاكد ان كل اهلاوي كان نفسه نلعب فرقه باتشوكا دي عشان نرد بطارنا. وادي الفرصه جات لنا اهي بجيل دايما بيكسر العقد وبيحل كل المشاكل اللي كانت عندنا قبل كده. الجيل اللي قدر ياخد 3 برونزيات لكاس العالم للانديه، ولكن دايما الفوز في نص النهائي كان مستعصي علينا. فهل المره دي بقى نقدر نحقق حلمنا ونوصل للفاينل لاول مره؟ تعالوا نتكلم بقى عن النادي الاهلي والتشكيل المتوقع ونقط القوه ونقط الضعف، ونتكلم شويه على باتشوكا من خلال ماتش بوتافوجو اللي احنا اتفرجنا عليه. بس في الاول كده بقى ما تنسوش تظبطوني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. يلا بينا نبدا. تعالوا نتكلم على فرقه النادي الاهلي مركز ونبدا بحراسه المرمى. طبعا مصطفى شوبير غايب للاصابه، ربنا يشفيه يا رب، واللي هيلعب هو محمد الشناوي، وكده يعني مش فارقه قوي لان الشناوي هو اصلا اللي كان هيلعب. رغم ان انا بشوف ان من ساعه ما شوبير خد فرصه السنه اللي فاتت وهو عمل ماتشات كبيره قوي وقدم اداء قوي جدا وكان هو اللي يستاهل المكان الاساسي، لكن برضه الشناوي حارس كبير ومن الحراس التاريخيين لفريق النادي الاهلي. فيعني تمام، كل اللي بنتمناه بس ان احنا نشوف الشناوي بتاع كاس العالم في 2018، لان اخر موسم او اتنين للشناوي مش احسن حاجه، خصوصا بعد الاصابه اللي جات له في افريقيا اللي فاتت. وانا عارف ان هو مش سياق ان احنا نتكلم في حاجه شبه كده، بس اللي كان بيميز شوبير عن الشناوي هي فكره الريفلكس والمرونه اللي عاليه قوي عند شوبير. الشناوي يمكن الحته دي طول عمرها قليله عنده شويه، بس كان بيعوضها بردود فعله السريعه جدا، لكن برضه مع السن ردود الفعل دي سرعتها ابتدت تقل شويه، وخصوصا بعد الاصابه زي ما قلنا، لكنه لسه حارس كبير ولما بيكون في قمه تركيزه بيفرق قوي مع فرقه الاهلي. وفي ماتش كبير ومهم زي ده اكيد دي هتبقى حاجه مهمه جدا. نيجي بقى ناحيه اليمين، كده كده محمد هاني احنا عارفين ان هو مصاب من بدري، فيا اما عمر كمال يا اما اكرم توفيق، والاثنين بالنسبه لي ودي حاجه انا مستغرب ان انا هقولها اقل من محمد هاني. عمر كمال يمكن السنه اللي فاتت كان بياخد اوقات قليله، لكنه كان بيقدر يسجل ويصنع وكان مصدر خطوره كبير قوي للنادي الاهلي، لدرجه ان احنا كلنا كنا بنسال هو ازاي الراجل ده بيقعد احتياطي لهاني. لكن السنه دي المستوى اللي بيقدمه اقل بكتير من مستوى السنه اللي فاتت، غير انه في المقام الاول باك هجومي عنده شويه مشاكل دفاعيه. الناحيه الثانيه بقى اكرم توفيق العكس تماما، باك دفاعي صرف وما عندوش اي زياده هجوميه وما تستناش منه حاجه قدام. لعيب دستروير وهيقف لك حيطه وهيقدر يقطع الكره من اي حد، لكنه بعد ما يقطع الكره مش هيبقى عارف يعمل بيها ايه. فانت في الشق الهجومي بتبقى لاعب تقريبا من غير الناحيه اللي فيها اكرم توفيق خالص. بس انا في ماتش زي ده في بطوله مهمه افضل ان احنا نبدا باكرم توفيق، لان عمر كمال زيادته الهجوميه ممكن تعمل خطوره، خصوصا ان احنا شفنا ان باتشوكا اصلا بيعرفوا يلعبوا على التحولات حلوه قوي. نيجي بقى لناحيه الشمال، ويحيى عطيه الله اللي جاي يعوض غياب علي معلول. اللي يعتبر ايقونه الجيل ده بالنسبه لاي اهلاوي. ويحيى عطيه الله دايما كان الباك اللي في خيالنا ان هو هيجي يعوض معلول بعد ما يعتزل، بس طبعا ظروف الاصابه بتاعت معلول عجلت بقدومه، والراجل من ساعه ما جه وانا شايفه بادي بدايه كويسه جدا. طبعا ما ينفعش نقارنه بمعلول لان الراجل ده عمل ارث كبير قوي جوه النادي، وكان دايما واحد من اهم حلول الفرقه في السنين الاخيره، ولكن انا شايف ان مستواه السنه اللي فاتت كان متراجع شويتين، وده طبيعي جدا يحصل بحكم السن. معلول على فكره عمره ما كان باك دفاعي قوي، وكانت دايما ميزته هي الحته الهجوميه. ويحيى لحد دلوقتي انا شايفه مقدم اداء كويس جدا وماشي بخطى ثابته مع الفريق، هو بس الدنيا معاه معاه في الفاولات شويه، ويا سلام لو ظبطت قدام باتشوكا هيدخل التاريخ من اوسع ابوابه. فانا شايف ان ناحيه الشمال في الماتش ده هتبقى مهمه قوي بالنسبه لنا، ويحيى عطيه الله يقدر يصنع الفرق. قلبي الدفاع بقى بعد رحيل منعم، انت رحت جبت اشرف داري وجبت يوسف ايمن، هو الاثنين لحد دلوقتي ما لعبوش. يوسف ايمن لعب له ماتشين وكان اداؤه مش احسن حاجه، وفي كلام اصلا ان عقده هيتفسخ في يناير وهيمشي. اشرف داري الراجل مصاب من ساعه ما جه الاهلي وما لعبش مع الفرقه دقيقه واحده، فما اظنش يعني ان كولر ممكن يخاطر ويلعب بماتش زي ده. فهنرجع بقى لثنائيتنا المعتاده ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ياسر في الماتشات الكبيره بيكون مدافع مهم قوي وموجود في الفرقه وليه تاثير كبير، كمان في الماتشات الكبيره اللي زي كاس العالم للانديه وكده بنشوفه بيقلب مهاجم وبيسجل اهداف. الناحيه الثانيه رامي ربيعه بيقدم افضل فتره في حياته، تقريبا دي احسن فتره ليه مع النادي الاهلي، وبعد ما كان خلاص قريب من ان هو يخرج بره الفرقه بقى موجود دايما وبقى لاعب اساسي وركيزه من ركائز الفرقه والمنتخب. فانا شايف ان على مستوى خط الدفاع يعني الفريق مش هيواجه مشاكل قوي لو كان في تنظيم وتركيز. طبعا في نص الملعب هنلعب العادي بتاعنا بمروان عطيه، ومروان رغم انه مستواه اقل من اول فتره ليه مع الاهلي لكنه برضه لسه لعيب جامد ولسه هو الوحيد اللي بيقدر ينقل الهجمه في الحته دي. قدامه بقى يا اما هنشوف كوكا او اكرم لو اكرم ما لعبش باك يمين، وجنبهم امام عاشور. وامام طبعا حل مهم جدا لفرقه النادي الاهلي لو فايق ومركز زي ما كان مركز كده السنه اللي فاتت، لكنه الحقيقه من اول السيزون وهو مش بيقدم احسن اداء، مستوى متذبذب، ماتش فوق وماتش تحت، شويه يعمل اداء كويس وشويه كتير يعمل اداء وحش ويبقى مختفي في الملعب. بس الرهان هنا انه يكون في حالته، لانه واحد من اهم مفاتيح الاهلي الهجوميه، وهو اللعيب الوحيد في نص الملعب اللي عنده الحلول، اللي يقدر بلمسه واحده يوديك للجون، ويقدر برضه بشوطه واحده من بره ال 18 يحط لك الجول. قدام بقى هتبدا بالثلاثي اللي فيه مشاكل كبيره قوي، حسين الشحات ناحيه الشمال، اسامه ابو علي مهاجم، ويا اما طاهر يا اما بيرسي تاو ناحيه اليمين، وانا الصراحه بفضل طاهر. بيرسي تاو خلاص ناوي يبطل كوره ويشتغل دليفري في جنوب افريقيا تقريبا، وطاهر اللي انا شخصيا كنت بتمنى رحيله مع بدايه الموسم مقدم فتره كويسه والكوره ماشيه معاه. انا ما بشوفش الصراحه ان طاهر بيقدم اداء عظيم يعني، ولكن فتره كويسه ونستغلها.
الناحيه الثانيه حسين وينج جامد برده، ولما يكون في فورمته هو اللي يقدر يخلق خطوره، وفي الماتشات الكبيره برده حسين بيبان. والحسنه الاهم واللعيب الابرز في خط هجوم النادي الاهلي في الفترات الاخيره دايما وسام ابو علي. الراجل ده من ساعه ما غاب واحنا اكتشفنا قد ايه الاهلي ضعيف هجوميا من غيره، هو مصدر الخطوره الاهم للفريق والمهاجم اللي بنتمناه من 10 سنين، فرجوعه من الاصابه هيفرق كتير قوي مع الاهلي وهيزود من فرصنا في المكسب. فدي كده التشكيله المتوقعه بالنسبه لي وشويه نقط على كل لعيب. بشكل عام بقى الاهلي ما بيمرش باحسن فتره، احنا بنتكلم انه اخر 4 ماتشات الفريق اتعادل في 3 وما كسبش غير ماتش واحد، وفي اخر ماتشين الفريق ما قدرش يسجل خالص. لكن انا بشوف ان ده بيرجع بشكل كبير قوي لغياب وسام، لان انت ما كنتش محضر له بديل، وكهربا يعني احنا عارفين ان مش هو الراجل اللي يقدر يبقى بديل لمهاجم النادي الاهلي. فرجوع وسام باذن الله زي ما قلنا هيزود من القوه الهجوميه للفريق بشكل كبير. على مستوى الشكل الهجومي واضح ان في عجز في خلق الفرص الفتره اللي فاتت، وده اللي كولر كان لازم يشتغل عليه في الاسبوع اللي فات، ويحاول برضه يفوق امام عاشور، لان زي ما قلنا هو اللعيب اللي عنده الحلول. قفشه برضه بالمناسبه هيكون حل مهم جدا، بس اتوقع ان هو هيجي من على الدكه. الراجل فايق وكل ما بينزل لا بيزمزق ولا بيتقمص، بينزل يأدي اللي عليه ويكون مؤثر في الفريق. والرهان الاكبر دايما هيكون على شخصيه النادي الاهلي. الفرقه على فكره في السنين الاخيره دايما بتروح كاس العالم للانديه مش في احسن حال، لكن الجيل ده تحس كده ان هو بيحب يلعب الماتشات الكبيره. الفرقه بتعرف ازاي تلم نفسها ويقدموا اقوى اداء في البطولات دي. بتحس ان كل لعيب بيدي 120 و150% من اللي عنده عشان يثبت للجمهور قد ايه هو يستاهل الفانيلا دي. فده بالنسبه لي هيكون الرهان في ماتش بكره، ان كل اللعيبه تبقى مركزه وما يبقاش في اي اخطاء فرديه، وكل لاعب يطلع احسن حاجه عنده. دايما الرهان ما بيكونش فني على قد ما هو بيكون بالروح والعزيمه. قدرت تكسب الاتحاد 3 وهم معاهم نيجولو كانتي وبنزيما، وقدرت تكسب قبلها الهلال 4، فاعتقد يعني ان نفس الجيل ده هيقدر يكسب باتشوكا. بس المهم التركيز والعامل الذهني، لان هو ده اللي خسرنا قبل كده في 2008. كنت داخل الماتش متقدم 2-0 في الشوط الاول وخلاص مخلص الماتش ومروح، وفي اول دقيقه من الشوط الثاني جبت الثالث، بس الثالث اتلغى، فنقوم ايه؟ نقوم خارجين بقى عن تركيزنا، وبغلطتين من امير عبد الحميد دخل فينا الاول والثاني، فالفرقه فكت خالص. لعبنا اكسترا تايم وانت احسن منهم فنيا، بس للاسف هم كانوا اقوى منك ذهنيا، فقدروا يسجلوا الثالث والرابع وخسرت من اول ماتش. وده يمكن اللي بيميز الجيل ده، ان هم اتحطوا في المواقف دي كتير ولعبوا بطولات كبيره كتير، فما بقاش عندهم الرهبه. جيل زي ما قلنا قدر يحقق ميداليه واثنين وثلاثه في كاس العالم للانديه، لاعب البايرن وعمل ماتش قوي قدام ريال مدريد، ولاعب بالميراس وقدر يكسبه بضربات الجزاء. كمان كولر بيعرف يدير الماتشات دي، واتوقع ان هو اكيد اتفرج على ماتش باتشوكا وبوتافوجو، الماتش اللي بان فيه ان نقطه قوه باتشوكا هي التحولات الهجوميه. فرقه بتعمل تحولات بمنتهى السرعه، ويقدروا في لحظه من مرتده يروحوا من ال18 بتاعهم لحد ما يجيبوا جون في الخصم. ويمكن اللي ساعدهم على ده ان فرقه بوتافوجو كانت جايه منهكه بدنيا، والحمد لله ده مش موجود عند الاهلي، لان فرقه الاهلي مريحه بقى لها حوالي 10 ايام، واحنا كمان مسافرين ومستعدين من بدري، فاللعيبه متعوده على الاجواء. فكولر ما اظنش ان هو هيندفع هجوميا ولا يسيب مساحات في دفاع الاهلي عشان لعيبه باتشوكا ما تستغلهاش ويروحوا بمرتدات ويسجلوا فينا اهداف. وطبعا اهم شيء هيكون التنظيم الدفاعي، وان ما تحصلش اخطاء فرديه من خط الدفاع. لو قدرنا نعمل ده باذن الله الفوز هيبقى لينا. واحب احذر لعيبه الاهلي من اسامه الادريسي، لعيب خطير وقوي جدا على فكره، والجون اللي جابه في بوتافوجو بيقول قد ايه هو واد رايق. فطبعا كلنا بعد الماتش جرينا نشوف مين ده، فلقينا ان الراجل ده كان بيلعب في اشبيليه وايزيد الكمار، يعني لعيب جامد قوي. وانا مش فاهم بصراحه ازاي اقتنع ان هو يروح يلعب في المكسيك، فاتمنى ان لعيبه الاهلي تقدر تقفل عليه هو كمان. وبس كده، ان شاء الله يكون في بقى فيديو بعد الماتش واحنا بنحتفل بالصعود وبلقاء ريال مدريد. اكتب لي توقعك لنتيجه الماتش، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام.